السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في البث المباشر من المركب الرياضي محمد الخامس الذي يحتضن لقاء قوي على الجولة 27 من الدوري الاحترافي إنوين. مباراة يجمع بعد قليل بين فريقي الرجاء الرياضي البيضاوي وفريق حسنية أكادير. اول مباراه للرجاء وهو مستقبل بعد افتتاح المركب الرياضي محمد الخامس اللي خضع العديد من الاصلاحات الهامه، باعتبار من مباراه الديربي اللي جمعته امام فريق الوداد. كان فريق الوداد هو المستضيف في المواجهه اللي كانت انتهت بالتعادل الايجابي هدف لمثله بين الفريقين. جمهور يعني كبير كيحضر لمتابعه هذه المباراه. جماهير الرجاء منافسات الافريقيه، دوري ابطال افريقيا من دور المجموعات. هذه فرصه محاوله حمزه قلعي، فرصه تدخل مهدي الحرار، ممتاز حمزه قلعي، انطلاقه يسدد بكل قوه وتدخل الحارس مهدي الحرار في المكان المناسب. كانت فرصه ومحاوله لاحظوا انطلاقه ديال حمزه قلعي يسدد بالرجل اليسرى وتدخل في المكان المناسب للحارس مهدي الحرار. الهزيمه فريق لم ينهزم اكيد الموسم الماضي في وقت الفرصه المحاوله التمريره داخل منطقه الجزاء. حسين رحيمي تسديده مشات فوق المرمى. حسين رحيمي اول تهديد، تسديده قويه مشات فوق مرمى الحارس بدر الدين أبعير. تمريره ممتازه من الجهه اليمنى. حسين رحيمي كيحصل الكره يسدد، لكن الكره ديالو مشات فوق المرمى. نتابع من جديد هذه المحاوله، تمريره من الجهه اليمنى. حسين رحيمي لوحده حصل الكره سدد، لكن محمد بخاش رفع الكره داخل منطقه الجزاء. فرصه تدخل مهدي الحرار، دائما خطوره متواصله، ابعاد الكره من طرف المدافع مهدي بشخشخ. كانت فرصه ومحاوله لفائده فريق حسنية أكادير. تمريره داخل منطقة الجزاء كانت تدخل ديال مهدي الحرار، ولكن ما تمكنش من ابعاد الكره. حسن الحظ الهجوم لفائده فريق حسنية أكادير بواسطه عبد العزيز قيدي دائما محتفظ بالكره. تمريره على مستوى الجهه اليمنى لحمزه قلعي. حمزه قلعي هناك مساحه، تسديده مرت جانبا. فرصه ومحاوله لفائده فريق حسنية أكادير بواسطه حمزه قلعي. مرتد هجومي كان سريع لفائده فريق الحسنية. تمريره من عبد العزيز قيدي على مستوى الجهه اليمنى وحمزه قلعي الذي يسدد كره ما مشات اليمنى. فرصه ومحاوله لفائده فريق الرجاء. تمريره داخل منطقه الجزاء، فرصه والحسين رحيمي وتدخل الحارس بدر الدين أبعير. كانت محاوله لفائده فريق الرجاء. تمريره ممتازه من صابر بوغرين داخل منطقه الجزاء. حسين رحيمي لمس الكره فشكلت خطوره على مرمى الحارس بدر الدين أبعير اللي بعد عبد الله خفيفي. مهدي بشخشخ رفعت الكره، هذه فرصه محاوله تسديده، لكن الكره في يد الحارس بدر الدين أبعير. كانت تسديده ديال حسين رحيمي. بدايه هذه المباراه كره طويله، فرصه محاوله فائده فريق حسنية أكادير عند اللاعب عبد العزيز قيدي. رفع الكره، تدخل ممتاز مهدي بشخشخ يبعد الكره. ضربه مقاس في الوقت اللي كانت المتابعه للاعب عبد الله بوخنفر في كره بالكعب، لكن ما وصلش كره. يوسف العبري تسديده وتسديده قويه مشات فوق المرمى. محاوله فائده هو اللي غادي ينفذ هذه الركنيات. لعبت الكره بسرعه هذا اللاعب محمد بولكسود، فرصه تسديده قويه، كره ما مشاتش بعيد على مرمى الحارس بدر الدين أبعير اللي مازال ساق فوق ارضيه الملعب. محمد بولكسود يسدد بكل قوه. نتابع كره ما مشاتش بعيد. محاولات جاد بتبعنا هناك صعوبه في اختراق الدفاع ديال حسنية أكادير. خروج بدر الدين أبعير كي لعب كره في الجهه اليسرى. هذه فرصه ومحاوله في الفريق الحسنيه. تمريره عرضيه، تدخل وابعاد الكره من جديد يوسف العبري. هذه محاوله ادم النفاتي، تسديده، فرصه، لكن مشات كره فوق المرمى. ادم النفاتي تسديده قويه لكن مشات فوق المرمى. تحركات ديال ادم النفاتي في فريق حسنية أكادير داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه محاوله تسديده والكره في يد الحارس. اذا اول تدخل تقنيه الفار وتقنيه الفيديو فهذا المباراه في هذه الجوله الاولى. تدخل كان امام ادم النفاتي في الكره الاخيره، محاوله لقضاء ادم النفاتي. اذا الحكم كيحاول يتابع الصوره، يتابع اللقطه. بطاقه حمراء وطرد سيكون في صفوف فريق حسنية أكادير. اذا طرد زكريا عمي. صابر بوغرين ممتازه وتدخل وابعاد الكره. صابر بوغرين اختار الزاويه اليسرى، ممتازه الفرصه والمحاوله. نتابع من جديد تدخل ديال بوغرين. هناك انطلاقه ديال محمد بولكسود بالفعل. فرصه ومحاوله من فريق الرجاء.
بولكسوت كره عرضيه، فرصه الهدف دائما خطوره، تدخل الدفاع وابعاد الكره للركنيه. في الوقت اللي الحكم كيقول حكم الوسط هو اللي كيقول ضربه مرمى. كانت محاوله لفائده فريق الرجاء والمطالبه بلمسه يد. نتابع هذه المحاوله. بولكسوت من الجهه اليمنى، تمريره عرضيه، تدخل ديال عصام بيي، ثم تسديده ديال صابر بوغرين، كره خارج ارضيه الملعب، شكلت خطوره واضحه. كانت المتابعه ديال مروان زيلا، ثم صابر بوغرين اللي سدد بكل قوه، كره لمست مروان زيلا وخرجت خارج ارضيه الملعب. دوسي هلال الفردوسي كيلعب كره في الجهه اليمنى، محمد بولكسوت بلمسه اللي ادى بالنفاذ داخل منطقه الجزاء، ساخو بالراس ولكن تغطيه حاضره. عند كلمه بعد دي فرصه حسين رحيمي اش غادي يعمل حسين رحيمي؟ الكره رفعت تدخل دفاع ديال فريق حسنيه اكادير والكره في الركنيه. كانت محاوله شكلت خطوره واضحه على دفاع فريق حسنيه اكادير. حسين رحيمي هنا المراوغات. يوسف العمري ممتاز عند ادم النفاذ فرصه محاوله في فريق الرجاء، الكره من امام المرمى، عثمان ساخو كاش هناك لاعب يكمل. حسين رحيمي كوصل للكره، تمريره ممتازه عند محمد بولكسوت رفع الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل ديال ايمن الطرازي، دائما خطوره متواصله لفائده فريق الرجاء، تسديده ولكن مشات فوق المرمى. هلال الفردوسي كيلعب كره طويله عند محمد بولكسوت رفع الكره، دي فرصه عثمان بالراس، دائما محاوله الهدف. حسين رحيمي يضع الكره في الشباك، وهدف اول لفائده فريق الرجاء. الرأسية ديال عثمان ساخو يضعها امام الحسين رحيمي. فرحه كبيره للاعبين ولجماهير فريق الرجاء الذي يتمكن من تسجيل الهدف الاول. تابعنا التمريره داخل منطقه الجزاء، عثمان ساخو يحضر الكره لحسين رحيمي، الهداف والقناص يضع الكره في شباك الحارس بدر الدين أبعير، معلنا عن اولى اهداف هذا المباراه في حدود دقيقه 72. اذا حسين رحيمي هو العارف بخبايا الشباك. لاحظوا الانطلاقه، مشات الكره في الجهه اليمنى، محمد بولكسوت رفع الكره، عثمان ساخو يحضر وبالرجل اليسرى يسدد بكل قوه. حسين رحيمي يضع الكره في الشباك، هدف اول لفريق الرجاء. فرحه كبيره لجماهير الرجاء، وفي الضفه الاخرى اكيد جماهير حسنيه اكادير كانت تمني النفس في عدم تلقي هدف هذا الدقائق. لاحظوا عثمان ساخو رغم قصر القامه ديالو تمكن ان يوصل الكره بالراس، وحسين رحيمي كل قوه يضع الكره في الشباك. اذا النتيجه تغيرت 1-0 لفائده فريق الرجاء في انتظار رده فعل ديال فريق حسنيه اكادير.